حاضر يعني اصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا عارفة إن في ستات كتير بتتفرج على الفيديو ده مش عشان تحل أزمة، لكن عشان عايزين يطوروا من نفسهم، عايزين يرتبوا يومهم أكتر، يكونوا ستات قوية وعملية ومؤثرة في بيتها وفي شغلها، لكن من غير ما تتنازل عن نفسها ولا عن دورها ولا عن نجاحها. الفيديو ده معمول ليكي انتي اللي مش بتستنى ان الناس تسقف لها، ولا محتاجة تسمعي من الناس انك تعبانة عشان تبدأي تتحركي. انتي ست واقفة على رجلك، عارفة قيمتك، بس حابة تنظمي يومك اكتر وتحققي توازن يرضيكي. النهاردة هنتكلم عن ازاي تديري وقتك بحكمة ما بين الشغل والبيت، وازاي تحطي قواعدك من غير ما تعيشي في ضغط، وهقولك كمان أمثلة لستات شغالة وناجحة وبيوتهم منورة برضه، وهقولك كمان أدوات وتنظيمات تسهل عليكي وتخليكي شغالة بذكاء مش بتعب. لو الموضوع ده يهمك حضري قهوتك أو شايك وتعالي نبدأ الكلام الصح. بس زي ما متعودين قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. أول حاجة واللي لازم نكون صراحة مع نفسنا كده فيها هي إن مفيش حاجة اسمها توازن كامل. في أيام هتيجي عليكي مش عارفة تمشي الشغل، وفي أيام هيتراكم عليكي شغل البيت، وفي أيام هتحسي إنك مش قادرة تعملي أي حاجة ومش طايقة نفسك. وعلى فكرة ده طبيعي جدا، فخليني أقولك الحقيقة من أولها. التوازن مهواش هدف واحد بنوصله ونقعد فيه، لأ، هو قرار بيتجدد كل يوم. يعني كل يوم هتسألي نفسك أولوياتي إيه النهاردة؟ محتاجة أعمل إيه الأول؟ محتاجة أستغنى عن إيه النهاردة عشان أكون أهدى وأنجح؟ مش لازم تكوني بطلة خارقة، بس لازم تكوني ست واعية بوقتها. الفرق ما بين واحدة بتنهار وواحدة بتنجح مش بس في الظروف، الفرق في الاختيارات اليومية الصغيرة. بتعرف تظبط أولوياتها صح في يومها وتمشي بيها. اختياراتك زي مثلا إني أرفض مقابلة مش ضرورية عشان أرتاح شوية، إن أطلب مساعدة من جوزي أو من أولادي، إن أسيب الموبايل ساعة وأنجز اللي ورايا. القرارات دي هي اللي بتبني التوازن مش الظروف. المهم إن احنا نكون واعيين ومرنين. يعني لما الاقي نفسي مقصرة شوية في المطبخ عشان كان عندي ضغط شغل، ما اقعدش اجلد نفسي، بالعكس ادور على حل وسط عشان احل المشكلة اللي انا فيها دلوقتي. تاني حاجة، الجدول الذكي هو مفتاح التوازن الحقيقي. في ستات فاكرة ان التوازن يعني جدول دقيق كل دقيقة فيها محسوبة، بس الحقيقة التوازن محتاج مرونة اكتر من كده. المفتاح مش في ان اليوم كله يبقى مليان، لكن في ان كل حاجة تاخد وقتها من غير ما تضغطي على نفسك. هقولك على نموذج جدول بسيط تستخدميه كنقطة بداية. الصبح اول ما تصحي صلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني هتكوني في امانة الله وضمانته. فطبعا مفيش افضل ولا احسن من كده. كمان يفضل ان انت تصحي بدري، لان برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وفي بعض الروايات بتقول بورك لأمتي في بكورها. يعني في كل الحالات لما بتصحي بدري بيكون في بركة. اصحي بدري، ابدأي يومك بالصلاة، كمان ابدأي يومك بالذكر، الاستغفار، الصلاة على النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي ذكر بتحبيه ابدأي بيه يومك، ولو ليكي ورد من القرآن ابدأي بيه برضو الصبح. لو ملكيش ورد امسكي صفحة واحدة بس على الأقل في اليوم وقرأيها. بعد ما تخلصي صلاتك والذكر وقراءة القرآن، احنا بقى كده عملنا ايه؟ احنا شحنا روحنا وقلبنا وعقلنا وجوارحنا باللي يرضي الله. فبالتالي ان شاء الله اللي هيحصل لك بعد كده كل اللي يرضيك. هتلاقي بإذن الله كل حاجة سهلة معاكي، وكأن في حد انت مش شايفاه بيساعدك في كل حاجة. الخطوة اللي بعد كده رتبي البيت على الخفيف. يعني مثلا ملايات تتشد، السرير يتنفض، لو مواعين في المطبخ تتغسل. رتبي بيتك على قدر استطاعتك. اهم حاجة اللي يدخل عندك يحس ان البيت متنظم. بعد كده يا ست الكل حضري لك فطار وافطري. ولو بتنزلي السوق تشتري حاجات طلبات البيت يعني انزلي برضو بدري، عشان زي ما احنا ما عارفين الحاجة بتكون حلوة الصبح بدري، وبتكون الناس لسه ما لحقتش تاخد الحلو كله. فبرضو لو وراكي مشوار السوق خلصيه بدري. إذا رجعتي بقى من السوق قبل الظهر وعرفتي تحضري غداكي حضريه. أول ما يأذن الظهر صلي، ومن بعد صلاة الظهر خديلك قيلولة شوية، هتفرق معاكي جدا. لما تنامي في الوقت ده هتصحي تحسي ان انتي بتستعيدي نشاطك من جديد.
لما تصحي بقى شوفي ايه اللي لسه ما عملتهوش واعمليه. لو مثلا لسه ما كملتيش غداكي كمليه، لسه ما عملتيش الغدا اصلا اعمليه. شوفي مثلا احتياجات اولادك، اذا في اطفال لو في حد منهم مثلا محتاج يستحمى، محتاج يتسرح، محتاجة تذاكري لحد فيهم، شوفي ايه اللي وراكي واعمليه. انت كده الحمد لله خلصتي مهام البيت. خديلك بقى وقت لنفسك انت، اعملي فيه اي حاجة بتحبيها، نص ساعة ساعة، شوفي الوقت اللي يناسب معاكي. اهم حاجة يكون الوقت ده ليكي انت. وزي ما اتفقنا قبل كده في الفيديو اللي فات، ابعدي عن التليفون تماما. بعد ما تخلصي يومك حاولي تنامي بدري، جسمك وعقلك محتاجين ده عشان يشتغلوا بكرة كويس. عاوزة اقولك ان مفيش جدول واحد ينفع لكل الناس، بس الخطة دي قابلة للتعديل على حسب ظروفك. وعلى فكرة هي خطة ابسط من البساطة. الاهم بقى انك تبني عادة، وهي مراجعة يومك. شوفي ايه اللي اخطأتي فيه وخلاكي في النص كده يحصل خلل في الجدول، وحاولي المرة الجاية تشوفي حل عشان ما توعيش في نفس الخطأ تاني. عايزة احكي لكم عن واحدة موظفة في الحسابات تبع شركة، كل يوم بتصحى الساعة 6 الصبح، بتحضر لهم الفطار، وكمان وهي بتحضر الفطار بتحضر الغدا عشان لما ترجع من الشغل ما تقعدش لسه تعمل غدا. وبتسيب كل حاجة مترتبة قبل ما تنزل الشغل، بترجع من شغلها تكمل باقي البيت. بس السر عندها بقى انها بقت تبسط الامور عليها، يعني مش لازم الطبيخ يبقى 3 اصناف، ومش لازم البيت يبقى لامع طول الوقت. اختارت معاركها وارتاحت. هشارك معاكي 3 نماذج مختلفة عشان تشوفي ان النجاح ليه اكتر من شكل. اول واحدة هي واحدة اسمها سارة، مديرة تسويق وام الطفلين. سارة قررت تشتغل 4 ايام بدل 5 ايام، وحطت سيستم في البيت، وجبات تتجهز في الفريزر كل جمعة. اولادها بيشاركوا معاها في ترتيب اوضهم. كل يوم بتدي لشغلها عدد ساعات معينة، ونص ساعة مع كل طفل قبل النوم. النتيجة متقدمة جدا في شغلها، وبيتها متظبط، وهي عندها وقت حقيقي لنفسها. ندى بقى صاحبة مشروع صغير في البيت. ندى عندها مشروع تفصيل وتطريز، وبتشتغل من البيت. نظمت وقتها انها تشتغل 2.5 ساعة بس في اليوم، وتخلي الطلبات حسب الطاقة، مش اي حد يجيب لها حاجة عايز يعملها تعملها له. يعني ما بتضغطش نفسها مع السوق. بتقولك اللي بيربح مش اللي بيشتغل كتير، اللي بيشتغل صح. أم أيمن ست بيت من الطراز الذكي. أم أيمن مش بتشتغل خالص، بس عندها جداول منظمة. كل يوم بتعمل لنفسها مهمة واحدة كبيرة، مثلا ترتيب المطبخ أو الدواليب، الحاجات اللي بتكون كبيرة دي. وبتعمل جدول للمذاكرة لأولادها، وبتعمل كمان وقت خاص بيها آخر اليوم، تقرأ أو تتعلم أو تسمع محاضرة. الست دي بتقولك أنا مش بشتغل برا، بس عندي قيمة جوه، ودي مسؤوليتي. كل واحدة فيهم مختلفة، بس الرابط ما بينهم مشترك. كلهم بيختاروا أولوياتهم، مش سايبين الدنيا تمشيهم. كلهم عاملين نظام لنفسهم وبيتهم وحياتهم. تالت حاجة، أدوات بسيطة لكن هتنقذك. احنا على فكرة مش لازم نعمل كل حاجة لوحدنا. دلوقتي التكنولوجيا بقت جنبنا وممكن تساعدنا جدا. فهقول لكم على شوية أدوات أنا بعتبرهم جيش السري. في تطبيق على جوجل بتكتبي فيه مواعيدك أو مواعيد الشغل أو أي مشاوير، وبيقولك بإشعار قبلها. وفي تطبيق برضو بتحط فيه قائمة المهام اليومية، وكل ما بتعملي مهام من دول بتشيلي منهم واحدة واحدة. الإحساس ده على فكرة حلو جدا، وبيرفع من المعنويات، وبيحسسك كده ان انتي أنجزتي حاجة في يومك. كمان ممكن تعملي لستة طعام أسبوعية بدل ما كل يوم تقعدي تفكري. وفري وقت التفكير يوميا. كمان ممكن تعملي تايمر أو ساعة رملية، خليكي مركزة، كل مهمة ليها وقت محدد، ولو خلص الوقت ده روحي للي بعدها. بعد كل ده لازم يكون ليكي في الأسبوع راحة، ما تعمليش فيه أي حاجة في اليوم ده، حتى لو عملتي تكون حاجات بسيطة أو الحاجات العادية. الراحة مهمة جدا. خامس حاجة، قوة الاختيار. أنا عارفة إن الحياة فيها مسؤوليات كتير، بس مش لازم نعيش دور الضحية عشان نحس إن إحنا بننجز. الست الشاطرة مش اللي تعمل كل حاجة. الست الشاطرة هي اللي تعرف تقول أنا هبدأ بحاجة واحدة، وهخلي كل خطوة محسوبة، وهطلب اللي احتاجه من غير ما اتكسف، وهسيب اللي ملوش أولوية. دي مش أنانية على فكرة، دي حكمة. قوة الست مش في صوتها العالي ولا في طاقتها اللي ما بتخلص. قوتها في الاختيار، في قدرتها ان هي تقول انا دلوقتي ههتم بالبيت شوية، او انا دلوقتي هطور نفسي شوية، او انا هنام بدري عشان بكرة اكون جاهزة.
خدي بالك من طاقتك، مش كل الناس زي بعض، في اللي تقدر تشتغل 8 ساعات وترجع تطبخ، وفي اللي بتنهار من ساعة اجتماع أو من شغل ساعة واحدة بس. فاسمعي لجسمك، خدي بريك، اشربي مية وقولي يا رب عني. اتعلمي تقولي لأ، مش لازم تقبلي كل المهام ولا تعزمي كل الناس. لو يومك مليان اعتذري بأدب وخلاص، لكن ما تضغطيش نفسك. خدي وقتك مع أولادك بوعي، مش لازم تقعدي بالساعات عشان تحسي ان انتي مش مقصرة مع أولادك. يكفي ان الوقت البسيط اللي تقعديه معاهم يكون الوقت ده فيه ضحك، حضن، وقصة قبل النوم. رتبي أولوياتك، كل أسبوع اسألي نفسك ايه أهم 3 حاجات لازم أعملهم، وخليهم في أول اليوم. شارك المسؤولية، لو جوزك أو أولادك يقدروا يساعدوا خليهم يشاركوا ويساعدوكي، حتى لو حاجات بسيطة زي ترتيب السفرة أو لم اللعب أو ترتيب أوضهم أو غسيل المواعين. أي حاجة يقدروا يساعدوكي بيها خليهم يساعدوا. بصي، التوازن مش جدول ولا ابليكيشن، التوازن هو اختياراتك اليومية، انك تعرفي امتى تقولي كفاية كده، وامتى تضغطي على نفسك، وامتى تطلبي المساعدة، وامتى تبطلي لوم. لو يومك خلص وانتي مرتاحة البال حتى لو في حاجات ما اتعملتش، يبقى ده نجاح في حد ذاته. لو وصلتي لحد هنا فأنا فخورة بيكي جدا، ده معناه انك عايزة تطوري من نفسك وعايزة تعيشي حياة متوازنة. كل اللي انتي محتاجاه هي أدوات بسيطة، نية واضحة، وخطوات واقعية. اكتبي لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتتعبك في التوفيق ما بين البيت والشغل، وايه اكتر حاجة بتساعدك، وايه اكتر حاجة نفسك تظبطيها، وكام ساعة بتضيع منك في اليوم في ولا شيء. خلينا نساعد بعض. ولو عجبك الكلام أتمنى تعملي لي لايك وتشاركي الفيديو مع صحبة بتحبيها، وما تنسيش تشتركي في القناة لو أول مرة تشوفي قناتي عشان نكمل فضفضة مع بعض كل أسبوع. شكرا إنكم سمعتوني للآخر، نتقابل إن شاء الله في حكاية وفضفضة جديدة. بحبكم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم.